السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وفيديو جديد والكرة مع الكويرة. في بداية الفيديو حابب نصلي على النبي ونزيد النبي كمان صلاة وندعي لإخواتنا في فلسطين وشهدائنا في فلسطين. اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويدعم أخوك الأهلاوي الستاوي. في بداية الفيديو حابب نصلي على النبي ونزيد النبي كمان صلاة. قبل كلام وقبل أي كلام شوف الفيديو ده كده معايا الأول. ده يصح اللي بيحصل مع علي معلول؟ يصح اللي بيحصل مع علي معلول ده؟ يعني واحد زي علي معلول قيمة وقامة في النادي الأهلي، يعني في أبناء من أبناء النادي الأهلي ما بتعملش اللي علي معلول بيعمله. ساعة التجديد، ساعة العروض اللي كانت بتجيله من دول الخليج وما رضاش يطلع ويجدد معاك بأرقام أقل. تعال أنت دلوقتي رامي ربيعة أهو، شوف رامي ربيعة وشوف علي معلول، شوف ياسر إبراهيم. ياسر إبراهيم اللي كله عمال يقارن بيه، يقول لك يمشي هو ورامي ربيعة. لا، ياسر إبراهيم ما يمشيش. ياسر إبراهيم راجل، ده يبقى اسمه دوري ياسر إبراهيم. بس حابب اتكلم على اللقطه بتاعت الفيديو بتاعت علي معلول ده عشان انا متضايق قوي من ساعه ما شفتها. عرفتوا ليه بقى ما برجحش المدرب المصري يمسك النادي الاهلي؟ بس النادي الاهلي كبير وهيبقى كبير على اي حد حتى لو من ابنائه. انت يا عماد انا حاسس انت بتعمل ايه؟ دي لقطه تتعمل مع علي معلول؟ ده محمد شريف في كاس العرب في قطر لما نزل وبعدها بثلاث اربع دقايق كروش راح جاي مطلعه تاني عشان احتاج تغيير ويطلعه، كان خارج بيعيط كله تعاطف معاه. علي معلول يقوم يلبس ويقف على الخط وانت اللي نادهله وفي الاخر ترجعه يقلع التيشيرت تاني ويلبس تيشيرت الاحتياطي؟ ده يرضي ربنا؟ ده علي معلول؟ ده الاسطوره بتاعتنا؟ مفيش واحد من جمهور النادي الاهلي، مش هقول لك بقى 1%، واحد من 10% من جمهور النادي الاهلي شاف الفيديو ده وما زعلش وما عيطش على علي معلول. مش هو ده اللي اتعمل معاه كده؟ مش هتبقى اخرته كده يا عماد يا نحاس. انت عمرو السوليه، نيجي بقى للتشكيل بتاع المباراه. نازل لي باكرم توفيق، على الحلال من ديني انا قاعد بتفرج على الماتش. اكرم توفيق ده لو واحد بيتمشى على الكورنيش هيبقى عنده حميه احسن من اللي اكرم توفيق بيتمشى بقى في الملعب. ده يا باشا خلاص انت مقدم لك طلب انه يلعب معاك كاس العالم ده، انت قلت له لا. بينزل معاك الماتشات بيتمشى في الملعب وانت واقف بره، واقف على الخط جلنت. مش فاهم؟ مش شايف اللعيب اللي قدامك؟ مش شايف؟ ما يعرفش ان هو يروح هناك ربنا يبتليه في اول ماتشين ليه بالاصابه ويقعد وما يعرفش الكلام ده؟ الاقدار مخبيه له ايه؟ اكرم توفيق يا عم ارحمونا بقى من الناس دي بقى. واحد مش مكمل معاك وانت خلاص بقى عملت بكل احترافيه، خلاص فاضل لك ماتشين انا عايز اكسب، العب باكرم توفيق واحمد نبيل كوكا. مين احمد نبيل كوكا عشان اقعد علي معلول؟ علي معلول ابننا، علي معلول يقعد عشان احمد نبيل كوكا؟ ازاي؟ شوف انت بقى التبديلات اللي انت عملتها. انت جبت جون امام عاشور، خلاص انت كده خدت منه الجون، اعرف ان انت مش هتاخد منه حاجه تاني. هو امام عاشور في دماغه عايز ياخد هداف الدوري، اعرف ان انت مش هتاخد منه حاجه تاني. جبت الجون ترجع تكسكس نفس اللي انت عملته في سيراميكا، بترجع تكسكس على ال 18. يا نهار ازرق، ايه اللي احنا بنشوفه ده؟ ده كويس ان العيال اتعادلوا في الشوط الاولاني، ما طلعش الشوط الاولاني 1-0 كده وهم نزلوا تعادلوا. كويس ان هم اتعادلوا في الشوط الاولاني والسكانه سرقتهم ودفعوا هم في الشوط الثاني. تيجي انت بقى تعمل التبديلات، المفروض تطلع اكرم توفيق وتنزل مكانه محمد مجدي قفشه وتخلي امام عاشور يبقى جنب مروان عطيه وقدامه محمد مجدي قفشه. مش هنزل عمرو السوليه اللي نازل عمال يعمل لي فاولات ويباصي لعيبه البنك الاهلي وهي شوطه خانفه الجون عمل لها سعر والكره في نص الجون.
البلعوطي. هي دي الكره الوحيده اللي عمرو السوليه لعبها، غير كده عمال يباصي لبتوع البنك الاهلي ويعمل لي فاولات ويشرح للحكم ومش يا عم خلاص احنا قلنا عمرو السوليه خلاص، ده تنزله وانت كسبان نتيجه مستريحه، تنزله تديله 10 دقايق ربع ساعه عشان ايه؟ يبقى رجليه في الملعب. هو كده كده ومش هيكمل معاك، هو اخر الموسم ده هيمشي. جيت انت بقى عملت لي ايه؟ وتقوم جاي مطلع طاهر محمد طاهر عشان كان خلاص هو اصلا مفلس، وابوه طبعا ربنا يشفيه ويشفي مرضانا مرضى المسلمين جميعا محجوز في العنايه المركزه. فيعني ظروف اللاعب طلعه، انت لعبت شوط طلعه. هي كانت محتاجه هتطلع طاهر محمد طاهر وتنزل مكانه حسين الشحات في بدايه الشوط الثاني على طول، ويطلع ما تجيش بقى انت ويطلع اكرم توفيق وتنزل مكانه محمد مجدي قفشه. هيبقى عندك محمد مجدي قفشه قدامهم صانع لعب، وراه مروان عطيه وامام عاشور، وتسيب بن شرقي على الشمال. بن شرقي على الشمال ليه طلعت انت جاي مطلع بن شرقي وجبت لي امام عاشور على الشمال، وطلعت لي اكرم توفيق ونزلت لي عمرو السوليه، وشويه وقمت جاي مطلع لي جراديشار ونزلت وسام ابو علي، وقمت جاي مطلع لي بتاع دوت طاهر محمد طاهر ونزلت لي حسين الشحات. هم كانوا الثلاث تغييرات دول، ولو انت مدرب فت وذكر ومش خايف من حد كنت هتطلع احمد نبيل كوكا في بدايه الشوط الثاني وتخلي علي معلول باك شمال، لكن انت خفت. والفيديو اللي انا وريته لك في بدايه الفيديو ده يدليل ان انت خايف. يا راجل ده بركه، ده حط رجليه في الملعب الجون جه، حط رجليه في الملعب الجون جه، عايز ايه تاني؟ انت عايز ايه تاني؟ ليه بتعمل معاه كده؟ ليه؟ مش هي دي نهايته؟ مش هي دي انا النادي الاهلي فوق الجماعه وعلى راسي وكل حاجه، بس ده مش هو ده، مش تبقى دي نهايه اللعيب اللي يعمل معاك. رامي ربيعه انتوا رامي ربيعه في ناس كتير قوي عماله تقول لك ياخد معاه ياسر ابراهيم ويمشي. لا انا مش مع ياسر ابراهيم ان هو يمشي. ياسر ابراهيم ده لو هيقعد على الدكه تقل برضه على الدكه، ده هيبقى اسمه دوري ياسر ابراهيم. كره بتروجيت اللي طلعها بدماغه من على خط المرمى، وكره سيراميكا، والكره بتاعت امبارح الجون الثاني، لو اي واحد مكان ياسر ابراهيم ما كانش طلع لعب الكره دي بدماغه لوسام ابو علي جابها جون. لا ياسر ابراهيم راجل، قلت له جدد بكذا قال لك حاضر وقام جاي مجدد. قفشه بيجدد على بياض، علي معلول نفس النظام. لكن رامي ربيعه ده معلش في الكلمه ما يتقلقش من الرجل، ما تقارنوش بياسر ابراهيم. رامي ربيعه ده انا عمري ما شفته في حياتي بيعمل تاكلينج على الكوره. رامي ربيعه ابو دم واقف ده، انا ما بحبش الظلم. ما تجيش تقول لي الاقي ناس من جمهور النادي الاهلي طالعه تقول لك ياسر ابراهيم بقى ياخد رامي ربيعه ويمشي. لا، رامي ربيعه يغور في داهيه، انا مش عايزه. عندنا العش اهو، وعندنا اشرف داري، وعندنا ياسر ابراهيم واللي جاي، وهيبقى عندك ياسين مرعي دوت، وعندك محمود الجزار اللي تجيبهم منهم خلصوا، بتاع فاركو، ومحمود الجزار بتاع غزل المحله. لكن ما تجيش تعمل كده مع علي معلول، مش هي دي النهايه بتاعته، مش هي دي النهايه بتاعته. انت يا عماد انا حاسس اثبتت لي ان انت مدرب جبان، وفعلا اثبتت لي ان الاهلي ما ينفعش الا بمدرب اجنبي. ليه بقى؟ الاجنبي بيجي انت تلعب، انت مش هتلعب حاضر. عمرو السوليه انت اول ما مسكت لعبته ماتش، جيت في الثاني طلعته تغيير هنا وتغيير هنا، جيت في الماتش الثالث لو ابوزه جيت سبته في سيراميكا 90 دقيقه وهو ما عملش اي حاجه ابيض يا ورد. جيت امبارح عشان قعدت احتياطي ما بداتش بيه، قمت جاي منزله مكان اكرم توفيق، هما الاثنين اصلا ما يلعبوش. اثبت لي ان انت مدرب جبان جبان جبان. وعايز اثبت لك حاجه، انا بقعد اقول لك على طول العب محمد مجدي قفشه صانع لعب، وورايا بقى امام عاشور ومروان عطيه. شوف محمد مجدي قفشه امبارح لما نزل في نص الملعب الاهلي مسك كوره ازاي وبقى يبص كوره على الارض ازاي، تخيل لو بن شرقي بقى في الملعب ومحمد مجدي قفشه معاه، هيشغل هنا وهيشغل هنا. شوف يا باشا محمد مجدي قفشه عمل ايه امبارح. يمكن احنا ما بنفهمش كوره وانتوا اللي بتفهموا يا عماد. انا حاسس انا بس مش انت لوحدك، النادي الاهلي كبير على اي مدرب مصري. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.